السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب طلاب الصف الأول الثانوي. معكم أستاذ محمد غنيم، مدرس الرياضة والإحصاء لمرحلتين الإعدادية والثانوية. ركزوا بقى معايا، النهاردة هبدأ بالمنهج الفعلي أو أول درس فعلي، ألا وهو درس الأعداد المركبة. درس بسيط وسهل إن شاء الله، ما فيهوش أي مشكلة، بس ركزوا معايا. لما كنت في ثالثة إعدادي أو في تانية إعدادي كان يجي يعمل لي حاجة زي كده، يجي يقول لي جذر 25، فكنت أروح أقول له 5. كان يجي يقول لي جذر الأربعة، فكنت أروح أقول له الاثنين، وهكذا وأنا ماشي. كان يجي يقول لي مثلا جذر ال16، فأروح أقول له بيساوي 4. بس لما كان يجي يعمل لي كده، يجي يقول لي جذر السالب 25، ما عنديش جذر تربيعي لعدد سالب، فالكلام ده ما كانش بينفع لحد تالتة إعدادي، ما كانش بينفع. كان يجي يقول لي جذر سالب 4، قال لي يا عم الحاج برضه ملوش. كان يجي يقول لي جذر سالب 16، برضه ملوش. انا جاي النهارده من المستقبل وجاي بقول لك يا حبيب قلبي ان ده اهو ليه فكه. ايه ده يا عم، انت بتهزر ولا ايه؟ تعال اقول لك ازاي. النهارده زي ما قلنا درسي بيتكلم عن حاجه اسمها الاعداد المركبه. تعال نفنطها كده واحده واحده ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. هبدا معاك النهارده بحاجه اسمها العدد التخيلي. العدد التخيلي، ايه هو العدد التخيلي ده؟ قبل ما اخد بس العدد التخيلي ده واتكلم فيه، تعال نتخانق انا وانت. العدد التخيلي ده طبعا الرياضه بتحب الاختصارات، فهضطر ارمز للعدد التخيلي بالرمز ت. يبقى العدد التخيلي بتاعي انا هرمز له بالرمز ت، يبقى اي عدد تخيلي هسميه ت. ايه هو العدد التخيلي؟ يجي الراجل ويتخانق معايا ويقول لي حاجه زي كده، يجي يقول لي جذر السالب 1. يا عم ما احنا اتفقنا بقى من شويه، او اتفقنا لحد ثالثه اعدادي مفيش عندي جذر عدد سالب. طيب جذر سالب 1، يعني ايه جذر سالب 1؟ قال لك النهارده ان جذر السالب 1 ده اللي هو العدد التخيلي اللي برمز له ت. يبقى انا بالنسبه لي جذر السالب 1 اللي هو بالنسبه لي بايه؟ بت، اللي هو العدد التخيلي. طيب ده كلام جميل وكلام سهل. قال لك بكل سهوله وبكل بساطه انا هروح اربع الطرفين. لما اروح اربع جذر السالب 1 واحط عليه تربيع، ولما اروح امسك الت واحط عليها تربيع، التربيع يضيع الجذر يتبقى لي سالب 1، والت على تربيع يبقى ت تربيع. يبقى من الاخر اصبحت التربيع ت تربيع بالنسبه لي بيساوي سالب 1. ومن هنا يجي تعريف العدد التخيلي بقى. تعريفه قال لي يا عم الحاج هو العدد اللي مربعه اللي عليه تربيعه بيساوي سالب 1. يبقى تعريف العدد التخيلي بالنسبه لي قال لي يا عم الحاج هو العدد الذي مربعه بيساوي سالب 1. لحد كده في اي مشكله؟ كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله، كله لعب عيال. طيب يبقى العدد التخيلي بالنسبه لي هو العدد الذي مربعه بيساوي سالب 1. طيب هتيجي بقى يقعد يقول لك لو الاس سالب، لو الاس موجب، مش عارف ايه، لا احفظ ده ت اس 50، ده ت اس 43. ركز معايا بالله عليك. تعالى قال لي يا عم الحاج، هيجي يقول لي ت اس 20، ت اس 15، ت اس مليون. تعالى بس نبدا نتخانق. ويجي يقول لك لو الاس سالب، لو الاس موجب، نعمل ايه؟ ما تيجي كده معايا بتاع اولى ثانوي، بص كده معايا. 4 في 1 ب4، 4 في 2 ب8، 4 في 3. ايه ده يا سير، انت بتهزر ولا ايه؟ سير احنا في اولى ثانوي مش اولى ابتدائي. 4 في 4 ب16، 4 في 5 ب20، 4 في 6 ب24. ما تتهورش يا سير. 4 في 7 ب28، 4 في 8 ب32، 4 في 9 ب36، و4 في 10 ب40. ولو عوزت اكمل لحد 4 في 11 ب44، و4 في 12 هكمل عادي مفيش اي مشكله. ايه ده يا سير؟ ها ايه ده؟ واشمعنى جدول الاربعه؟ هنتخانق دلوقتي. طيب تعالوا واحده واحده بقى نبدا نظبط الدنيا والامور تمشي سهله. بس قبل ما اظبط الدنيا معاك وامشي لك الامور، انا اتفقت معاك من شويه ان العدد التخيلي والعدد الذي مربعه بيساوي ايه؟ سالب 1. يعني بالنسبه لي اصبحت ت تربيع بتساوي سالب 1. ده احنا متفقين علينا وانت اهو. يبقى ت تربيع بالنسبه لي اصبحت بتساوي سالب 1. طيب هيجي بقى يبدا يقول لي ده ت تربيع ومش عارف ت تكعيب وحاجات غريبه، وت اس 4 وت اس 5 وت اس 10. طيب انا اتفقت معاك ان الت تربيع زي ما قلت ت تربيع بتساوي سالب 1. طب لو جه قال لي انا عايز افك ت اس 3، ت اس 3 ده فكها ازاي دي يا سير؟ ت اس 3 بكل بساطه، مش الت اس 3 اقدر افكها عباره عن ت اس 2 في ت اس 1، وهتكتب الواحد فوق انت في اولى ثانوي عيب. قال لي يا عم الحاج يبقى ت اس 2 في ت اس كام؟ 1. طيب
ما هو عند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الاسس 2 1 3. في عندك مشكله؟ طب بص كده معايا. قال لي ت اس 2 في ت اس 1. الت اس 2 بسالب 1 في الت بت زي ما هي، سالب 1 في ت بسالب ت. تفهم اهو؟ ت اس 3 فكده ت اس 2 في ت اس 1. الت اس 2 الت تربيع لسه جايبها اهوت بسالب 1 في ت يديني سالب ت. طب لو جه عمل لي حاجه زي كده، جه قال لي بعد شويه انا عايز اشتغل، بص بص بص، ت اس 4. ت اس 4 هفكها ت اس 2 في ت اس 2. الت اس 2 بسالب 1 في الت اس 2 بسالب 1. سالب 1 في سالب 1 يطلع الناتج معايا في الاخر بكام؟ بواحد. طب انا يا سير لو جاب لي ت اس 5 ولا يهمني، هروح افك ت اس 5 ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 1. ت اس 2 بسالب 1 في سالب 1 في الاخر بكام؟ في ت، تطلع في الاخر بت. طب سير هو انا لو جاب لي ت اس 10 او ت اس 20 او ت اس 30 هقعد بقى افك ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 2 ان شاء الله اخلص السنه الجايه؟ قال لك لا، في طريقه سهله وبسيطه، بس ركز معايا عشان نتخانق انا وانت دلوقتي. قال لي يا عم الحاج الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. ايه ده؟ ما علينا. قال لي لو جه عمل لي حاجه زي كده بقى، جه قال لي انا عايز افك مثلا ت اس مثلا وليكن مثلا ت اس 9 بكل سهوله. قال لي عايز افك ت اس 9. انا لا ليا دعوه بقى الاس فردي. هتبص تلاقي بيقول لك لو الاس فردي تعمل كذا، ولو الاس زوجي تعمل كذا، وعندك حالتين. تعال نبسط الدنيا ونسهلها خالص. يجي يقول لي ت اس 9. حلو، ت اس 9 ده فكها ازاي؟ المفروض الطريقه الطبيعيه هروح افك ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 2 في ت اهو 2 4 6 8 9. المفروض سالب 1 في سالب 1 في سالب 1 في ت، واروح افك في الاخر سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، سالب في سالب بموجب، يبقى في الاخر تطلع بت. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ طيب هو انا هقعد اعمل كده؟ يعني لو جاب لي ت اس 20 او ت اس 30 طيب هعمل ايه؟ معايا اقول لك ت اس 9 دي زي ما قلنا من شويه ت اس 2 في ت، انا هقعد افك ده كله؟ لا، بكل سهوله. قال لي ت اس 9 دي لو انا عايز اروح افكها، احنا طلعناها هنا بت. بص كده معايا. قال لك بتروح تشيل منها حاجه من جدول الاربعه او من مضاعفات الاربعه. يعني ايه حاجه من جدول الاربعه وحاجه من مضاعفات الاربعه؟ ت اس 9 ماشي. قال لي هروح اشيل منها حاجه من مضاعفات الاربعه. مضاعفات الاربعه ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي هو من جدول الضرب بتاع الاربعه. طيب التسعه دي اشيل منها كام؟ 8. لما تشيل منها 8 يتبقى لك 1، والواحد ما بيتكتبش، يبقى الناتج معاه طلع بكام؟ بت. بص الموضوع تافه ازاي؟ طب بص كده، واحد تاني يجي يقول لي سير ت اس 9. انا بقى رخم وبغلس وعايز اروح اشيل منها 4 بس. طب ما تروح يا عم تشيل 4. لما تشيل من 9 4 يتبقى لك 5، وترجع تشيل كمان تاني 4 يتبقى لك 1، يبقى الناتج بتاعي اصبح بايه؟ بت. انا شلت من 9 4 يتبقى لي 5، وارجع اشيل من 5 4 يتبقى لي 1، يبقى الناتج معايا في الاخر يطلع بايه؟ بت. ده كلام بسيط وكلام سهل. طب سير اشمعنى الاربعه؟ تعالى كده واقول لك اشمعنى انا رحت شلت جدول الاربعه. بص يا عم، يجي يعمل لي حاجه زي كده، يجي يقول لي ت اس 2 ت اس 3 ت اس 4، وهنا ت اس 5 ت اس 6 ت اس 7 ت اس 8، وعايز افك. تعال نتخانق كده. بص الت بت زي ما هي. طب الت تربيع اتفقنا من شويه بسالب 1 بسالب 1. طب الت اس 3 اتفقنا برضو من شويه ان هي عباره عن ت تربيع في ت، والت تربيع بسالب 1 في ت، يبقى تطلع في الاخر بايه؟ بسالب ت. اهو يبقى بالنسبه لي الت اس 3 طلعت بسالب ت. انا همسح ده بس عشان افهمك اهو، واطلعها في الاخر بسالب ت. تعال نتخانق. الت اس 4 قلنا بنشيل الاربعه. بص لما اشيل 4 من الاربعه 4 ناقص 4 صفر. اي حاجه اس صفر بواحد، يبقى المفروض دي ت اس صفر اللي هتطلع في الاخر بكام؟ بواحد. انا هشيل بس واكتب النواتج الاخيره عشان دي اللي انا محتاجها عشان اعرفك بس انا بقول ايه. طب تعالى هنا ت اس 5 هشيل منها 4. لما اشيل منها 4 يتبقى لي 1. بص يتبقى لي ت اس 1 اللي هي بت. طب الستة روح شيل منها 4. لما اشيل منها 4 يتبقى لي ت تربيع، والت تربيع لسه قايلين من شويه تطلع بسالب 1. طب ت اس 7 هروح اشيل منها 4 يتبقى لي 3، يعني ت اس 3، والت اس 3 لسه جايبينها اهي بسالب ت. طب الت اس 8 هروح اشيل منها 4
يتبقى لي 4 واشيل منها كمان 4. لما اشيل منها 4 يبقى ت اس 4 وارجع اشيل منها 4 يبقى ت اس 0. اي حاجه اس 0 اللي هي بايه؟ بواحد. بص كده معايا، مش ملاحظ حاجه ايه؟ ان كل 4 قيم، كل ما بزود 4 قيم بتبدا تعيد نفسها من الاول. يعني هنا ت سالب 1 سالب ت 1. بص 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 بص، هرجع اعيد من الاول اهو. ت سالب 1 سالب ت 1. يا ابن اللعيبه، يعني انا لو رحت جبت يا سير ت اس 9 تطلع بت، وت اس 10 تطلع بسالب 1، ايوه، وت اس 11 تطلع بسالب ت، وت اس 16، وهكذا وانا ماشي. يبقى كل 4 قيم القيمه بترجع من الاول تتجدد مع ال4 قيم دول ثابتين معايا عمالين بيغيروا، وهكذا وانا ماشي. لحد كده كلام سهل وكلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. طيب تعالى بقى نتخانق. لو جه الراجل المحترم دهوت جاب لي حاجه زي كده، جه قال لي انا عايز افك، بص معايا كده، انا عايز افك مثلا وليكن ت اس 14. بكل سهوله هروح اشيل حاجه من جدول الضرب بتاع الاربعه. لما اشيل من ال 14 الاقي واحد بيقول لي هشيل ال10 يا سير. تمام، هتشيل 10. بقول لك يا حمضان انا عايز اشيل حاجه من ال 14 من جدول الاربعه. واحد يقول لي يا سير انا هشيل، واحد يجي يقول لي يا سير انا هشيل ال 12. يتبقى لي في الاخر ت تربيع، والت تربيع بسالب 1. واحد يقول لي يا سير انا والله العظيم 3 انا في جدول الضرب ضعيف. انا عايز اقول لك على حاجه، انت في اولى ثانوي ها، ما تقولش لحد. قال لي يا عم الحاج لو انا عايز افك ال 14، بص 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 بص، قال لي يا سير انا على قدي هروح اشيل منها 4. ما تشيل يا عم يتبقى لك 10، وتروح تشيل منها 4 كمان يتبقى لك 6، واروح اشيل منها 4 كمان يتبقى لي 2. يبقى في الاخر تطلع بسالب 1، وهكذا وانا ماشي. كده صح وكده صح، ده بتاعنا وده بتاعنا. قال لي ده كلام سهل وكلام جميل وما فيهوش اي مشكله. تعال نكبر كل ده. انا شغال مع الاس الزوجي، لسه الاس الفردي كمان شويه. يجي يعمل لي حاجه زي كده، يجي يقول لي ت اس مثلا ت اس مثلا 35. 35 بص يا سير، 35 اشيل منها كام؟ ال 35 طالما بالموجب هروح اشيل منها 32. لما تشيل منها 32، ما هو الاربعه في 8 ب 32، يتبقى معاك ت اس 3. الت اس 3 اللي هي عباره عن ت تربيع في سالب 1. دي الت اللي هي عباره عن ت تربيع في ت. الت تربيع بسالب 1 في الت اللي هي بت، يعني تطلع في الاخر بسالب ت. يبقى ت اس 35 لو انا عايز افكها تطلع معايا في الاخر بسالب ايه؟ ت. ده كلام سهل وكلام جميل. تعال نكبر شويه، يجي يجيب لي بص 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 ت اس مثلا اس 65. مستر ايه كبيره قوي يا عم؟ ولا كبيره ولا حاجه، مش الاربعه في 10 ب 40؟ رايح دماغك. اشيل منها 40 يتبقى لي ت اس 25. ايه ده؟ وارجع اشيل من 25 24 يتبقى لي ت اس 1 اللي هي بايه؟ بت. وهكذا وانا ماشي. كلام سهل وبسيط وكلام خايف. طب بص يا سير، افرض جه الراجل ده هو بقى غلس عليا وراح جاي قايل لي ت اس مثلا يجي يقول لي 635. يا نهار ابيض يا سير، ايه ده يا عم؟ بكل سهوله صلوا على النبي. هي مش الا 4 في 10 ب 40؟ يعني الاربعه في 100 ب 400. ما هو الجدول مش لحد ال10 بس، ولا ال 11 ولا ال 12. انت في اولى ثانوي عيب. قال لي يا عم الحاج الاربعه في 100 ب 400، شيل منها 400 يتبقى لي 235. كلام سهل يا عم الحاج. وارجع اشيل منها كمان 200. اهو مش الاربعه يا عم الحاج، مش الاربعه في 5 ب 20، يبقى الاربعه في 50 ب 200. لما تشيل منها 200 يبقى ت اس 35. وارجع اشيل من 35 كام؟ 32. يبقى ت اس 3. لسه يا عم الحاج فكناها فوق، اللي هي عباره عن ت تربيع في ت، والت تربيع بسالب 1 في ت، يطلع في الاخر بسالب ت. ده كلام جميل وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. لحد كده المفروض ما فيش اي حاجه صعبه، الموضوع هزار وبنهزر. طب بقى لو جت خانق معايا وجاب لي اس سالب، ولا يهمني. بص يا عم، يجي يعمل لي حاجه زي كده، يقول لي انا عايز افك ت اس سالب 13، او ت، تعال نسهل الدنيا، اس سالب 14. ايه ده يا مستر؟ ده سالب. الاقي واحد عبيط بيقول لي مستر اروح احط بقى. بص بكل هدوء وبكل سهوله، بتروح تجيب رقم من جدول الاربعه برضو، بس الرقم اللي هتجيبه من جدول الاربعه ده لازم يكون اكبر من السالب 14. يعني ايه اكبر من السالب 14؟ ما هو كده كده ايه رقم موجب. لا، اعتبر ان ده اهو، اعتبر ان 14 ده موجب،
روح حط رقم اكبر من ال 14 من مشتقات الاربعه. رقم الاكبر من 14 14 رقم اكبر منها 16. يبقى بص يبقى ت اس سالب 14 في ت اس 16. ركز واصحى معايا. ت اس سالب 14 في ت اس 16. كان عندك قاعده بتقول عند ضرب الاساسات المتشابهه تجمع الاسس. بص كده وركز معايا. يبقى حط هنا ت سالب 14 و16 لما تيجي تجمعهم يطلع ت تربيع، والت تربيع بتروح تتفك سالب واحد. سير واحده كمان والنبي عشان مش فاهم. يجي يعمل لي حاجه زي كده، يجي يقول لي ت اس سالب 25. بص كده، بص ت اس 25. عايز اروح احط اي حاجه من الاربعه، بس لازم يكون انا هعتبر ان هو 25 لازم اروح ازود اجيب رقم من عندي اكبر من 25 من مشتقات الاربعه. اما اروح اجيب رقم هيبقى كام؟ ال 28. يبقى همسك ت اس سالب 25 في ت اس 28 اللي هو في الاخر يطلع ت اس كام؟ يطلع ت اس 3. ت اس 3 اللي هي عباره عن ت تربيع في ت اس 1. ت تربيع بسالب 1 في ت، يبقى في الاخر يطلع الناتج معايا بسالب ت. وهكذا وانا ماشي. الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. يجي الراجل المحترم ده اهو مثال كمان معلش عشان ناكد المعلومه. يجي يقول لي يا عم الحاج ت اس سالب 101. يا مستر ده هو اللي سالب 101 ت اس سالب 101 وعايز اشتغل. قال لي ت اس سالب 101. بص اهو ت ال 101. انا مش عارف والله يا مستر رقم اكبر منها. يا ابني ما بكل هدوء، مش الاربعه في 10 ب 40. خد كمان عليهم 40 يبقى 80. طب عايز اخد بقى حاجه بسيطه، حتى لو خدت حاجه كبيره ايه المشكله؟ قال لي 80. خد كمان عليهم 20. ما انت عمال بتاخد بقى من مشتقات الاربعه. 40 كمان عليها 40 يبقى 80، وكمان عليها 20 يبقى 100. قال لي انا خدت 100 بس انا عندي 101. 100 وكمان عليها 4 يبقى 104. لما تاخد من دي 104 يتبقى لك في الاخر ت اس 3. ما انت المفروض اهو عشان يبقى نفس خطوات الحل هتمسك ت اس سالب 101 تضربها في ت اس 104 يتبقى لك في الاخر ت اس 3. لسه فكنها 3000 مره. الت اس 3 بفكها ت تربيع في ت، يبقى في الاخر تتفك معايا سالب ت. لحد كده الموضوع بسيط. ده لو جاب لي اس موجب واس سالب. تعالوا بقى معانا في بعض الامثله نتسلى شويه مع بعض. يجي يقول لي لو جاب لي بقى الت في المقام، جه قال لي 1 على ت اس 5. بكل سهوله انت كل اللي انت هتعمله هتيجي ماسك دي مطلعها بعكس الاشاره. يعني هو واحد بيقول لي ت اس 5 تبقى 1 على ت اس سالب 5. لحد كده في مشكله؟ بكل هدوء اهو. دي 5 تحت، دي النقطتين بتوع الت همت اهو. النقطه بتاعت الت اهو. دي 5 تحت، هروح انا مطلعها فوق بعكس الاشاره تبقى ت اس سالب 5 واروح افك فكيتي العاديه. سالب 5 عايز اروح اجيب حاجه من جدول الاربعه اعلى من 5. اعلى من 5 تبقى ال8. يبقى المفروض ت اس سالب 5 في ت اس 8 يتبقى لي في الاخر ت اس 3. والت اس 3 بتتفك ت تربيع في ت اس 1، والت تربيع بتروح تتفك اهو اللي هي سالب 1 في ت، والواحد ما بيتكتبش اللي هي في الاخر تطلع معايا بسالب ت. دي اول واحده عندي. يبقى الاولى طلعت معايا بسالب ت. طب تعالى ناخد اللي تحتها كده. بص كده معايا سريعا اهو. 1 على ت اس 7 نفس الكلام. هروح اطلع السبعه فوق بعكس الاشاره تبقى ت اس سالب 7 واروح افك بعديها. بص ت اس 7 عايز اروح اجيب رقم اكبر منها برضو ال8 ينفع اهو. يبقى ت اس سالب 7 في ت اس 8 يتبقى لي في الاخر 1. يبقى ت اس 1 اللي هي بت. خلصت. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا الهوا. ت اس 4 ن في ت اس 5. المفروض روح وزعهم. المفروض تبقى ت اس 4 ن في ت اس 5. حد عنده اعتراض؟ ما هو عند ضرب الاسات المتشابهه تجمع الاسس. ت اس 4 ن في ت اس 5 هروح اجمع 4 ن زائد 5 يبقى ت اس 4 ن زائد 5. كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. بص كده معايا. اشطب دي. اشمعنى يا عم؟ مش انا اتفقت معاك من شويه ان انت بتروح تشيل جدول الاربعه؟ سير. طب دي علاقتها بجدول الاربعه؟ بص كده معايا. ما هي النون دي لو 1 4 في 1 ب4 تبقى ت اس 4 اتشالت. طب النون لو 2 4 في 2 ب8 تبقى ت اس 8 برضه اتشالت. طب النون لو 3 يبقى 4 في 3 ب 12 برضه اتشالت. طب النون لو 4 نون يبقى 16 برضه، وهكذا. جدول الاربعه كده طايره. يتبقى لي في الآخر. يعني انت من الاخر لما تشوف حاجه زي كده روح ريح دماغك خالص. بص واشطب دي خالص وروح اعملها ت اس 5. ت اس 5 فك عادي. ت اس 5 اروح اشيل منها 4 يتبقى لي ت اس 1 اللي هي بت.
ده كلام سهل وكلام جميل. طب بص هنا كده بيقول لي ت اس 8 ن زائد 3. بص كده 8 ن زائد 3، ما انت كده كده لما تضرب ال8 في اي رقم برضو نفس الكلام من مضاعفات الاربعه. 8 في 1 لو النون بواحد يبقى ب8، 8 في 2 ب 16، 8 في 3 ب 24، 8 في 4 ب 32 برضو هتطير. طيب يبقى ت اس 3، والت اس 3 اللي هتطلع في الاخر ايه؟ بسالب ت. ده كلام جميل وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. ايه ده؟ بص كده معايا، بص جذر سالب 3 تبقى جذر 3 ت، جذر سالب 5 تبقى جذر 5 ت. سير جت منين في السريع كده؟ بص ركز معايا كده اهو. يجي الراجل المحترم يعمل لي حاجه زي كده. لو انا عايز افك دي، تعال اقول لك بس عشان الناس اللي عايزه تعرف هي جت منين. الجذر اهو التربيع لسالب 3، بص كده انا هروح افكها تبقى جذر 3 في سالب 1. عندك اعتراض؟ ما هو سالب 1 في سالب 1 في 3 بسالب 3. واروح بعد شويه بص يبقى جذر 3 في السالب 1 ده. قلنا من شويه ان الت تربيع بتساوي سالب 1، ماشي؟ انا اقدر اشيل السالب 1 واحط مكانه ت تربيع. بص كده معايا، يبقى احط مكانه هنا ت تربيع، يبقى جذر 3 في ت تربيع. محدش عنده اي اعتراض؟ اهو الموضوع سهل. بص كده واروح اعملها كده تبقى عباره عن جذر 3 في جذر ت تربيع. اهو انا كل اللي عملته ان انا وزعت الجذر مره على الثلاثه ومره على الت تربيع. الثلاثه ملهاش جذر تبقى جذر 3، والتربيع يضيع الجذر التربيعي يبقى جذر 3 ت، والت مش تحت الجذر. يبقى لو عايز افكها جذر 3 ت. يبقى انت لما تشوف حاجه زي كده ويجي يقول لك جذر السالب 3، يبقى انت جذر 3 تطلع في ايه؟ في ت. نفس الكلام هنا اهو، جذر سالب 3 يبقى جذر 3 في ت، نفس جذر سالب 3 يبقى جذر 3 ت، جذر سالب 5 يبقى جذر 5 ت، جذر سالب 7 يبقى جذر 7 ت، وهكذا. وانا ماشي كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. طب بص هنا اهو ولا يهمني، نفس الكلام. جذر سالب 5 يبقى جذر 5 ت، في جذر سالب 5 يبقى جذر 5 ت اهو بيساوي. روح بقى اضربهم في بعض، جذر 5 بجذر 5 ب5. اوعى يضحك عليك، ت اس 1 في ت اس 1 يبقى ت اس 2، والت تربيع بسالب 1 يعني المفروض تبقى 5 في سالب 1 اللي هي في الاخر تطلع بكام؟ بسالب 5. تاني جذر سالب 5 اهو يبقى جذر 5 في ت، وجذر سالب 5 يبقى جذر 5 ت، ت وت ت تربيع اهو يبقى 5 ت تربيع 5 في سالب 1 اللي هو يطلع في الاخر بسالب 5. كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. تعالوا نمسح ونروح نشوف جزء تاني. يلا يا باشا امسحها. طيب خلاص، تعالوا بقى نشوف الامثله دي. لو جاب لي حاجه زي كده، تعال نشوف الراجل المحترم ده اهو جاي بيقول لي ايه، او لو جاب لي حاجه زي كده هروح اشتغل ازاي. بص بقى معايا، يقول لي 1 ناقص ت اس 2 بكل سهوله. تعالى نفتكر مع بعض. كنت باجي اعمل لك كده في ثالثه اعدادي، اقول لك س زائد 5 اهو اس 2. كلام سهل وكلام بسيط. الكلام ده خدته في اعدادي اولى وثانيه وثالثه. قوس تربيع، فكت القوس التربيع كنت تروح والمربع الاول مربع الاخير 2 في الاول والاخير. تعالى بقى هقول لك على اغنيه سهله بالمره كده افتكرها معايا. كنت بروح اقول لك ربع الاولاني، بمسك السين احط س تربيع، حط اشاره الوسطاني يعني نزل الموجب زي ما هو. بعد كده 2 في الاول في الثاني، 2 في 5. بص بضرب دي في دي في دي. بص 2 في 5 ب 10، 10 في س ب 10 س. اجمع يعني حط زائد، وربع الثاني تربيع ال5 25. تاني بص ربع الاولاني تربيع الس س تربيع، حط اشاره الوسطاني تبقى موجب. 2 في الاول في الثاني، 2 في 5 ب 10 في س ب 10 س. اجمع وربع الثاني تربيع ال5 25. كلام سهل وكلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. على نفس النمط او على نفس المنوال يجي يعمل لي حاجه زي كده. بص كده معايا اهو، قوس تربيع نفس الكلام. هروح افك نفس الكلام اللي انا فكيته هنا، ما عنديش اي مشكله. بص ربع الاولاني تربيع الواحد 1، حط اشاره الوسطاني سالب. 2 في الاول في الثاني، بص 2 في الاول في الثاني او دول بالترتيب كده ضربوا في بعض. 2 في ت ب 2 ت في 1 ب 2 ت. اجمع وربع الثاني تربيع الت ت تربيع. ربع الاولاني 1، حط اشاره الوسطاني سالب. 2 في الاول في الثاني، 2 في ت ب 2 ت في 1 ب 2 ت. اجمع وربع الثاني تربيع الت ت تربيع. ده كلام جميل وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. تعال نكمل لسه ما خلصتش. 1 ناقص 2 ت، هي الت تربيع كانت بايه؟ بسالب 1 اهو، واروح اجمع عادي.
واحد وسالب واحد طاروا مع بعض، واحده بالموجب واحده بالسالب، يتبقى لي في الاخر سالب 2 ت. ها، اظن الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي مشكله. يجي يقول لي يا عم الحاج اهو 1 ناقص 2 ت زائد ت، فكيت 1 ناقص 2 ت ناقص 1، الواحد ضايع طار الواحد، يبقى اتبقى لي في الاخر سالب 2 ت. ده كلام سهل وكلام جميل وما فيهوش اي مشكله. طيب سير ايه؟ ما فيهاش ايه ده؟ ايه ده سير؟ تعويذ دي؟ لا دي مش تعويذ. اس 8. اس 8؟ ده انا كنت بفك القوس اس 2 وبهنج، جايب لي 8 بكل هدوء. تعال نفتكر مع بعض. ما تعتبره قوس تربيع ازاي؟ فاكر لما كنت باجي اعمل لك كده اقول لك ت اس 3 او اس 2 الكل اس 3؟ كنت بقول لك اللي فوق ماسك شاكوش وبيضرب اللي تحت على دماغه، 3 في 2 ب 6، يبقى تبقى ت اس 6. ها، يبقى 3 في 2 ب 6 تبقى ت اس 6. معايا الناس اللي بتضرب 3، الناس الحمضانه اللي بتضرب 2 في 3 ب 5 انا عارف هيحصل، ها، والناس اللي بتضرب 3 في 3 بتطلع معاها ب 6 مش عارف ازاي. 2 في 3 ب 6. بص بص، انت كل اللي انت هتعمله هتمسك ده اهي تحولها لده اهي اهو، يبقى حط ت تربيع وشوف بقى 2 في كام يديني 6. 2 في 3 بكل سهوله. سير انا مش فاهم، تعالى كده معايا في المساله بكل بساطه وبكل سهوله ونشوف الراجل المحترم ده اهو جايب المساله ازاي. بص يا عم، يقول لي 1 ناقص ت اس 8 وعايز اشتغل. يعني يا مستر 1 ناقص ت اس 8 هو انا عبيط؟ اهو 1 ناقص ت اس 8 لما اروح افكها بص بص هتبقى 1 ناقص ت، انا عايز بقى الاثنين عشان اخدت فكره الاثنين وحط قوس كبير اهو. 1 ناقص ت اس 2، 2 في كام يديني 8؟ 2 في 4. طب ما انت برضو كده ما حلتهاش يا عم، بس روح فك القوس اللي جوه، وبعد ما تفك القوس اللي جوه مالكش دعوه، تعال بس نفك القوس اللي جوه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بص يا عم، يجي يعمل لي حاجه زي كده، بص 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 اهو 1 ناقص ت اس 2 الكل اس 4. طب ما تفك بس القوس التربيع اهو، الاس 4 زي ما هو ملوش علاقه باي حاجه. بص كده، ربع الاولاني تربيع الواحد واحد، حط اشاره الوسطاني تبقى سالب 2 في الاول في الثاني، 2 ت في 1 ب 2 ت، اجمع وربع التاني، يعني احط زائد وربع التاني، تربيع ت بت تربيع. كلام سهل، لسه ليها تظبيطه، ما انا لسه فاككها فوق اهو. بص بص اهو، يعني الاس 4 ما زال معايا 1 ناقص 2 ت، الت تربيع بسالب 1 الكل اس 4. ها، يبقى 1 مع سالب 1 يتبقى لي في الاخر بص كده بقت تافهه بقى، سالب 2 ت الكل اس 4. افكها ازاي يا مستر؟ وزع الاس، هتبقى سالب 2 اس 4 في ت اس 4. كلام فارغ، تعالى يا عم الحاج نشتغل. الاس الزوجي بيضيع السالب، 2 اس 4 يعني 2 في 2 في 2 في 2، 2 في 2 في 2 في 2 تطلع معاك في الاخر ب 16. قال لي يا عم الحاج اهو طلعت معايا ب 16 زائد ت اس 4، ت اس 4 بقت اس صفر، يعني احطها بكام؟ بواحد، ما انا هشيل منها 4 يتبقى لي ت اس صفر. الناس بتقول لك ت اس صفر طير بقى، لا ما هو ت اس صفر هنا بكام؟ بواحد. 16 زائد 1 يساوي في الاخر 17. ده كلام تافه وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. تعال نروح لل10 دي، نفس الكلام نفس الكلام، والله ما اقول حاجه زياده. ال10 اهو هروح افك 1 ناقص ت كله اس 2 وهنا 5، نفس الكلام، واروح افك القوس دي الاول اللي جوه القوس الاول اللي عليه تربيع، لسه فاككها هنا اهي، لسه فاككها هنا ولسه فاككها ولسه فاككها اهو يا عم الحاج، فكيتها هنا اهوت مره ورحنا فكيناها فوق مره، طلعت معايا في الاخر بكام؟ بسالب 2 ت. يبقى القوس ده لما هفكه هيبقى سالب 2 ت، وحط الاس 5 ما عندكش اي مشكله اهو. سالب 2 اهو، روح اوزع الاسس، هروح اوزع الاسس بكل سهوله، تبقى سالب 2 ها اس 5 في ت اس 5 اهو بتساوي سالب 2 اس 5 اللي هي بسالب 32 في ت اس 5 هشيل منها 4 يتبقى لي ت اس 1 اللي هي بت سالب 32 في ت بسالب 32 ت. الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي حاجه، كل ده كلام سهل وكلام فارغ وما فيهوش اي مشكله. تعالى بقى نلعب هنا. يقول لي 1 ناقص ت اس 9، 1 ناقص ت اس 9 عيني بس كده اهو، تبقى 1 ناقص ت اس 9. عايز اروح افك بس كده، ده المستر قال لي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. 1 ناقص ت اس 2 اس 2 الاتنين 2 ايه؟ 2 لما اضربها في حاجه ما تدينيش 9، ما حدش يقول لي 4 ونص، انت عايز رقم صحيح. 2 في كام بتديني 9؟ ما ينفعش. اصبح عندي مشكله.
ولا مشكله ولا حاجه، بكل سهوله. سهل الدنيا على نفسك وبسط الدنيا. طبعا انا عارف ان الرياضه ماده الناس كلها ما شاء الله عليها بتموت فيها ما شاء الله يعني. تعال نفك دي بكل سهوله. بص 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 بص، مش ده 9؟ طب انا عايز اخليه عدد زوجي. طب ما تخليه عدد زوجي اهو. تبقى 1 ناقص ت أس 8 في 1 ناقص ت أس 1، والواحد ما بيتكتبش. عندك اعتراض؟ لا. يعني ايه؟ ما هو 1 ناقص ت أس 8 اهي في 1 ناقص ت أس 1، الواحد ما بيتكتبش. 8 و1 9، انا فكيتها بس. طب دي روح فكها بقى عادي. تبقى 1 ناقص ت أس 2 الكل أس 4، ودي في الآخر في 1 ناقص ت. موضوع تافه. طب دي بدل ما اروح افك اهو، لسه فككها من شويه، 1 ناقص ت أس 8، لما رحت فكيتها في الآخر طلعت معايا ب 17. اهو يا عم الحاج، 1 ناقص ت أس 2 الكل أس 4، ده كلام سهل وكلام جميل. في اهو 1 ناقص ت، واضرب ضربه كده عادي. 17 في 1 ب 17، 17 بسالب ت بسالب 17 ت. يبقى كده ها الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. يبقى 17 ناقص 17 ت، ده كلام جميل وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. ها معايا؟ يجي يقول لي بقى اوجد مجموعه الحل في كاف. كاف دي اللي هي الاعداد المركبه، يعني كاف اختصار الاعداد المركبه. ويجي يقول لي مجموعه الحل في كاف. تعالى بس بكل سهوله. كان يجي يعمل لي حاجه زي كده. بص، يجي يقول لي س تربيع ناقص 16 الاول بيساوي صفر. كنت بتعمل ايه؟ بطلع ال 16 بعكس الاشاره، تبقى س تربيع بتساوي 16، واخد السين احول التربيع الناحيه الثانيه الجذر تربيع. بص بص، يبقى جذر تربيع 16. ولما التربيع كنت بحوله لجذر تربيعي كنت بحط هنا موجب وسالب. اوعى تنساهم اللي دايما بتنساهم. كانت السين تطلع عندي من هنا بموجب وسالب 4. ده كلام جميل وكلام سهل وما فيهوش اي مشكله. طيب قال لي يا عم الحاج بقى، جه الراجل ده اهو بيقول لي س تربيع زائد 16 بيساوي صفر وعايز اشتغل. بص كده معايا، كل اللي هعمله بكل هدوء. يبقى س تربيع بتساوي سالب 16 اهو. يعني س بتساوي موجب او سالب جذر سالب 16. يعني س بتساوي بص كده موجب او سالب جذر السالب 16. قال لي يا عم الحاج خلي بالك الجذر هنا تحته سالب. فاكر كنت بفكها ازاي؟ بص 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 بص، فاكر دي كنت بعملها ازاي من شويه؟ لما كنت باجي اقول لك من شويه جذر سالب 5 تطلع في الاخر ب 5 ت، جذر سالب 3 تطلع في الاخر ب 3 ت. طب بص كده، لو انا عايز افك جذر السالب 16، بص معايا كده، جذر بس 16 المفروض المره دي لها جذر، جذر 16 4، 4 وسالب اهو يبقى 4 ت. يبقى جذر موجب او سالب جذر الاربعه ت. لو عايز تعرف جت منين سريعا كده كنت بروح اعمل كده، اقول لك سالب 16 تروح تتفك 16 في سالب 1، واروح اقول لك جذر 16 في السالب 1 اللي هو ت تربيع، جذر ال 16 4 وجذر الت تربيع ت يبقى 4 ت، وحطيت قبل الموجب والسالب. ده لو انت عايز تفتكرها او ارجع لاول الفيديو تاني مفيش اي مشكله. طيب دي اول واحده. طب تعالى هنا نفس الكلام اهو، يجي يعمل لي حاجه زي كده، يقول لي س تربيع بتساوي سالب 25. طلعت دي بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي موجب او سالب جذر السالب 25، يبقى بتساوي موجب او سالب الخمسه جذر ال 25، جذر ال 25 5 واحط ت، يبقى موجب او سالب 5 ت. كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. لو جات لي بقى حاجه زي كده، بص بص بص، يبقى 3 على 5 ص تربيع، واطلع ال 15 بعكس الاشاره تبقى بتساوي سالب 15. وارجع يا اما عم الحاج هقسم على 3 و5 او اضرب في معكوسها. هنا 3 على 5 يبقى انا هروح اضرب في الناحيتين في معكوسها، يبقى انا هضرب هنا في 5 على 3 شقلب يا باشا، واضرب هنا في 5 على 3 دي طارت، يتبقى لي من هنا ص تربيع. ولما تروح تضرب سالب 15 في 5 على 3 تطلع معاك في الاخر بسالب 25. تعرف تكمل ما هو على 3 في 4 3 في 5 سالب 5 في 5 بسالب 25. يبقى الصاد بتساوي موجب او سالب جذر السالب 25 اللي هي في اخر موجب او سالب 5 ت. يبقى قيمه الصاد موجب او سالب 5 ت. كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. تعالوا نشوف المثال الرابع معايا. اجي بقى اشوف مثال زي ده. مثال زي ده عشان اروح احله المفروض ان انا اروح احلل، بس هروح احلل الاله الحاسبه هتقول لي والنبي ما انا مطلعه اجابه، يبقى دي ملهاش تحليل، هضطر اروح اشتغل بالقانون العام. تعال نفتكر مع بعض. بطلع الاول قيمه الالف، واطلع قيمه الب، واطلع قيمه الجيم. الالف اللي هي معامل السين تربيع اللي قدام السين تربيع اللي هي بواحد، الب معامل السين اللي هي بواحد، والجيم برضو اللي هي بواحد.
يبقى س تربيع زائد س زائد 1، وهضطر اروح اشتغل بالقانون العام. تعال نشوف يا عم الحاج، نفتكر مع بعض القانون العام كان ليه اغنيه بسيطه كده. بص، سالب ب موجب او سالب جذر كبير ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. تاني سالب ب، افتكر مع بعض ثالثه اعدادي، ها، سالب ب موجب او سالب جذر كبير ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف، واروح اكمل شغلي عادي. تعالى يا عم الحاج هنروح نعوض بكل سهوله. هروح اعوض بص، سالب ب الب بواحد يبقى سالب واحد، موجب او سالب جذر ب تربيع 1 تربيع بواحد، ناقص قلت لك عشان خاطر ربنا خد ده بس اعملها في جنب معلش عشان خاطر ربنا، 4 في الف في ج، يعني 4 في المره دي ارقام بسيطه وسهله، 4 في الف في ج، 4 في 1 ب4 في 1 ب4 يبقى ناقص 4 على 2 الف، 2 في 1 ب2. كلام سهل وبسيط وما فيهوش مشكله. تعال نكمل. تبقى سالب 1 موجب او سالب جذر 1 ناقص 4، انت في اولى ثانوي عيب، تبقى سالب 3، اوعى تقول لي 3 على 2، واروح اكمل عادي. بص كده معايا اهو يا عم الحاج، 1 ناقص موجب او سالب جذر سالب 3 على 2 اهو، تبقى سالب 1 زائد او ناقص، دي كانت بتتفك تبقى جذر 3 وفي ت على ايه؟ على الاثنين اهو يا عم الحاج، يبقى جذر 3 ت. كلام سهل وكلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. طب بص، يبقى دي قيمه السين، عايز تسيبها كده ماشي، عايز تروح تعملها سالب 1 زائد جذر 3 على 2 و سالب 1 تفرقها اهو ناقص جذر 3 على 2، برضو ما عنديش اي مشكله، واحده بالموجب وواحده بالسالب. ده كلام سهل وكلام جميل وما فيهوش اي مشكله. ده كان اول جزء في الدرس الفعلي الاول اللي هو الاعداد المركبه. ان شاء الله دي اول حصه في الاعداد المركبه، انتظروا الحصه الجايه وباقي الشرح. ان شاء الله الموضوع بسيط وسهل، مشي معايا واحده واحده وذاكر ويا اول باول، وان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط وسهل وما فيهوش اي مشكله. اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.